والله العظيم ثلاثة يعني ثلاثة بتوقع فيها عشان ساعتين عشان 10 نجيب 10. انا بقف اكتر من نص ساعه وثلثين ساعه عشان اجيب 10 ترغيفه وبتبهدل ساعات هدومي بتتقطع. ربنا الاعلم والله العظيم احنا تعبانين كل يوم بنعاني من رغيف العيش وربنا موجود. الساعة 6 الصبح الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 9 الصبح، يعني 3 ساعات. لو ايه راجل على باب الله، لا ليا معاش ولا ليا حاجة ولا مش هاكل انا بعيش فلوس اجيب عيش. مش حافل لا انا حافل ولا اللي ورايا حافل. انتوا كده ايه؟ يعني انت كده بتقول للناس روح اسرق روح انهب روح اعمل كل حاجه، يقولوا له هيوفر في الدين اثنين. يقولوا للمسؤولين اتقوا الله بنفسيكم وبصوا على العالم وبصوا على الناس اللي هي الطبقه الكادحه اللي هي لا لها معاش ولا لها ليله ولا لها ست سنين، راجل عايش على باب الله يوم يشتغل ب3 جنيه ويقعد يشتغل الظهر عبال ما يجيب 3 جنيه تاني عشان خاطر يوصل عياله، وهم طبعا قاعدين على كراسيهم. تمام الراجل اللي قاعد على الكرسي بتاعه له مرتب له معاش، هو ماله تمام اكله بيبيته عايز ياكل وبيشرب زي ما عايز ويموت الفقير يتطلب بص العيش النهارده ما فيش اي حاجه بتوع التموين ما يهتموش بيه بالنسبه لرغيف العيش. الفرن بيفتح الساعه 10 وما بيطلعش الكميه المطلوبه منه ويقفل على اذان الظهر الساعه 1 بكتير يكون قفل. وبالنسبه للمكان اللي احنا فيه عدد سكان كتير قوي فما ينفعش الوضع اللي احنا فيه. حتى بتوع التموين لما بيجوا بياخدوا وضعهم وبيمشوا ما فيش اي ادنى مسؤوليه للي بيحصل. ايه بس المشكله ان يعني الفرن موجود من زمان والازمه دي كان بيزيد وهي نسبه الافران مش ياما. ايوه لكن برضه حاله فرنين 2 بس على المساحه دي كلها. برضه حاله الغلاء يعني ارتفاع الرز والمكرونه والكلام من ده ازمه جامده جدا، اصبح في زحام جامد على رغيف العيش والمعروض وفي معاناه جدا كل يوم على رغيف العيش، كل يوم معاناه على رغيف العيش. بتقف قد ايه كده في الفرن؟ انا بقف اكتر من نص ساعه وثلثين ساعه عشان اجيب 10 ترغيفه وبتبهدل ساعات هدومي بتتقطع عشان اجيب 10 ترغيفه. ساعات اسيب فرن ده واروح لتاني وكل فرن ب5 والعيش عليه مشاكل. وبتوع التموين مش مهتمين بيه، بتوع مكاتب التموين مش مهتمين بيه، اللي هم بيفتشوا التموين نفسهم بياخدوا وضعهم وبيمشوا والله اعلم بالباقي. تعبانين كل يوم من رغيف العيش بالذات. والرغيف وضعه مش متحسن، وضع الرغيف مش متحسن وبهدله. ليه؟ اي كلام وتوزيع اي كلام. يا ريت يبقى فيه يعني رعايه من الوضع ده، وضع سيء جدا هنا في منطقه الدخيل. يا ريت يراعوا المنطقه ديت ويراعي المنطقه الدخيل اللي احنا فيها بالوضع اللي احنا عايشين فيه. تعبانين جدا جدا بمستوى رغيف العيش. فيعني ربنا موجود وانتم موجودين. احنا تعبانين جدا والله كل يوم بنعاني من رغيف العيش. كل يوم بتاع من 10:30 ويقفل الساعه 1 ولا 1 وشويه. نص الحصه بتلاقيها فين؟ الكميه اللي بياخدها فين؟ حرام عدد